شيخ ابن عثيمين. يا شيخ سمعنا لك شريط مسجل عرض فيه عليك كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بدون ذكر اسمه. فبعد المقالة قلت أنه كذاب ويحذر منه، والآن يا شيخ أريد أن أقرأ عليك المقالة لو تكرمت. ممكن يا شيخ؟ طيب. يقول يا شيخ: والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء التلاميذ تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب أعطوا لأئمة من أشباه المسلمين حقوقا لم تعطى للصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان. وهؤلاء للأسف أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه وما سكت عنه يجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتراضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. ما رأيكم يا شيخ؟ الشيخ عبد الرحمن في مجلة الفرقان العدد 14. يقول يا رجال. نعم يقول. أنا أقرأ عليك الآن من مجلة الفرقان. ممكن مكسوس عليه. لا ونشره في كتابه أصول العمل الجماعي، لكن إن ثبت عنه يا شيخ هذا الكلام هل أنت على موقفك أنه كذاب ويحذر منه؟ ثبت عنه بارك الله فيك. نعم. وإن ثبت عنه. نعم. بس الشباب الآن يعني يقولون هذا الشيخ ابن عثيمين خدع ويجب يعني أن نزوره ونتأكد من هذا الأمر. أنا على رأيي أن أحد يقول هالكلام لم يكذب. وجب التحرير. جزاك الله خير يا شيخ.